وفجأة اجينا مثل ما نحن، والله يعني صدمة كبيرة. وما في أي شيء، ما كان في أي شيء، انصدمنا إنه هو بالمشفى، إجينا ما صدقنا يعني. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني خسارة كبيرة. ما بعرف إذا كان حاسه قلبه، لأنه امبارح كان بالشعلان وودع أغلب رفقاته. خالص العزاء للأسرة، خالص العزاء للوسط الفني بسوريا. أول شي العمر إلكم يا رب. نحن تلقينا الخبر هيك بصعوبة كتير يعني، وفجأة أجينا مثل ما نحن، والله يعني صدمة كبيرة. أستاذ محمد قنوع يعني عمل هيك بالدراما السورية برمضان شي رائع، شغله كان بجنن، ما لحق يفرح للأسف. كنا حابين هيك يكون بيناتنا نفرح معه، بعده صغير، بتعرف سبق ورحل الفنان الكبير شادي زيدان، وهلا الاستاذ محمد قنوع، يعني صدمه، زعل كبير غير متوقع. ما بعرف اذا كان حاسه قلبه، لانه امبارح كان بالشعلان وودع اغلب رفقاته، ما كان فيه شيء يعني. الله يرحمه. حتى من البوست اذا بتلاحظ كان كاتب عم يودع الشخصيه وداعا، تقول قلبه حاسه. ما بعرف، هاي الاعمار بيد الله. الله يرحمه يا رب، ولنعزي كل جمهوره وأهله وعائلته، عائلته الفنية كمان، أولاد أعمامه الأستاذ زهير قنوع وأستاذ زياد وأخوه الأستاذ إبراهيم وبلال قنوع. يعني حقيقة صدمة كبيرة كبيرة، بعده صغير 49 سنة. الله يرحمه يا رب. غنوة الزبداني، شركة اي بي سي، زميلته الأستاذ محمد قنوع الله يرحمه. هو هاي الفترة كان كتير بالعكس شغل ونشاط وما فيه أي شيء نهائياً. يعني قد ما أقول لك إنه هو إنسان نشيط، إنسان محب، وما في أي شيء، ما كان في أي شيء. انصدمنا إنه هو بالمشفى، إجينا ما صدقنا يعني، ما صدقنا أبداً إنه هو ممكن يصير له شيء. يعني كان من كم يوم عامل قسطرة وأموره منيحة وما فيه أي شيء، فجأة هيك. إرادة الله، إرادة الله. يعني أنا ماني عارفانة شو أحكي، بس يعني بدي أقول لك يا إنه هو كان إنسان جدا منيح، ما في أحسن منه. واللي صار معه يعني صدمة، لأنه إنسان نشيط. يعني حتى كنا بالعيد هلا معطلين، قلنا ما في شغل، خلونا ننزل نشتغل. قلنا له ما في هلا شغل يا أستاذ، بس هو بيحب شغله كتير، يعني بيحب شغله، بيحبنا كتير. يعني هو بحياته ما كان أساسا مدير، هو كان رفيق لإلنا يعني. بس اللي صار معه شيء ما طبيعي. يعني انه واحد هيك بكل قوته وبكل هاي فجأة هيك يروح من بين ايدينا، يعني ما عم نصدق، ما عم نصدق. الله يرحمه، ما بنقول غير الله يرحمه ويصبر عائلته ويصبر اولاده. يعني والله العظيم هذا اللي بيحرق القلب، اولاده بس اللي بيضل سيرته. يعني ما في حدا بتقول له محمد قنوع غير بيقول لك هو انسان يعني خلقه عالي، انسان بيحب كل العالم، ما عنده حدا بيكرهه، بالعكس يمكن من اكثر الممثلين ببلدنا هو انسان محبوب. الله يصبره والله يصبر اهله والله يرحمه يا رب. أنا هاني خضر، مدير المالي لشركة اي بي سي، اللي الله يرحمه محمد قنوع المدير العام لإلها، هو الأخ الكبير. أبو مروان خسارة كبيرة لنا كتير، لأنه هو كان صمام الأمان وهو اللي الشهم بكل شيء. يعني ما حدا بيطلبه غير ما دائما مندفع بالشغل معنا، ليل مع نهار ما منوقف. آخر فترة طلعنا على حلب وعملنا برنامج مهم عن حلب، وكان في عنده أفق كتير، وعم نسجل وعم نحضر برامج للشركة ولإله هو كمان. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني خسارة كبيرة. طبعا كان هو مرح مع الكل، ما انه والله صارم معنا وانه هو مدير عام، لا بالعكس كان كتير مرن معنا بكتير شغلات. تعامله راقي، كل العالم بدها بس ابو مروان. الا محمد قنوع لو بيشتغل 48 ساعة ما عنده مشكلة،
وقت ابو مروان بيعطينا اوردر لشغل لقصه لاي حكايه. عيش ويرحم مواتك. الحقيقة يعني بهيك موقف وبحادث جهل ما فيك إلا يعني توقف، ما بيطلع أبدا الكلام نهائيا. الله يرحم محمد، حقيقة محمد أخ وعزيز للكل، فقدانه يعني هيك بهي الطريقة يعني الفجأة، الموت الفجائي حقيقة صاعقة كانت علينا كلنا. الله يصبر أهله ويصبر أحبابه. قبل بأيام يعني هيك كنا سوا ونتبادل موضوع الدوبلاج، هو كان مهتم بهذا الملف، ولكن القدر أحيانا بيكون أسرع من أي شيء. خالص العزاء للأسرة، خالص العزاء للوسط الفني بسوريا، لمحبينه، لجمهوره. عزانا أنه ترك يمكن أثره بأعمال درامية بهذا الموسم اللي قطع، ونحن بأيام العيد يعني، فبنقول له إن شاء الله بتكون بمكان أكثر راحة وأقل ألما يا رب.